باش تخدم داك الخدمه راه خص يكون واحد 3 ديال الشروط بعدا كتميز بهم، اللي هي الاراده والقوه والعمل. يعني الاراده تكوني باغيه انت داك الخدمه، القوه يعني تكون عندك القوه انك ديري داك الخدمه، والعمل انك تخدمي يعني تضربي تماره فيها، يعني غتخدمي داك الخدمه هذه. الا ما كانوش غير هاد 3 اضعف الايمان، راه بطبيعه الحال ما تقدريش ديري داك الخدمه. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله. تحيه صباحيه لكل الاخوان والاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جوابا على هذا السؤال هذا ديال هذه الاخت مشكوره جدا خويا كمال، شنو هما الحرافي المناسبه للنساء اللي يجيو يقدروا يخدموا هنايا في امريكا؟ سؤال في المحل ديالو، وغادي نحاولوا نجاوبوا عليه ونعطيو حتى الراي انا ديالي الشخصي في هذه الحرفه المناسبه للنساء هنايا في امريكا. وكذلك حتى بالنسبه للدراري اللي جايين حتى هما طرحوا هذا السؤال هذا، شنو ممكن نتعلموا، شنو ممكن هذه الحرفه اللي نجيبوا معنا وغادي نجيو غنخدموا بها وغنلقاو خدمه دغيا الى اخره، ومن يعني ما نتعطلوش باش نلقاو خدمه. فنحاولوا نجاوبوا على هذا النوع ديال هذه الاسئله هذه. فباش نجاوبوا على هذا السؤال لابد باش يعرف الجميع، وراه اصلا كل شيء عارف ان راه بحال النساء بحال الرجال، لا هنا ولا فين ما مشيتي. يعني كاين شي خدامي اللي كانوا شحال هذه كتقتصر غير على الرجال، راه ولاو حتى العيالات كيخدموهم في اي مجال. اي مجال طاح لك في بالك كتلقى فيه عنصر نسوي وعنصر رجالي كما كنقول. فهمتوا دابا الاخوات؟ يعني ما غاديش هنا كما نقولوا في الغربه ما غاديش تشطر مثلا النهار الاول الله جيتي غنبقى نعزل، غنبقى نتخير، لا ما نخدمش هذه، لا هذه ماشي ديالي ديال الرجال، لا ما نقدرش على هذه. لا، هي فعلا راه كاين شي حاجه ما قادراش عليها، راه ما قادراش عليها، لانها باش تخدم داك الخدمه راه خص يكون واحد 3 ديال الشروط بعدا كتميز بهم، اللي هي الاراده والقوه والعمل. يعني الاراده تكوني باغيه انت داك الخدمه، القوه يعني تكون عندك القوه انك ديري داك الخدمه، والعمل انك تخدمي يعني تضربي تماره فيها، يعني غتخدمي داك الخدمه هذه. الا ما كانوش غير هاد 3 اضعف الايمان، راه بطبيعه الحال ما تقدريش ديري داك الخدمه. مي انا اللي بغيت نبين للعيالات ولا النساء البنات الدريات اللي يلاه جايين هنا لامريكا، في البدايه حاول ما غاديش نبقى نتشطار ونبقى نعزال ونبقى نتخيار. ولا الخدمه اللي لقيتيها قدامك خدم، دور الناعوره، دخل شويه د الفلوس، لان باش ما تبقاش غير كتخسري الفلوس وانت ما كتدخلي حتى شي ريال. تفهمنا دابا في هذه النقطه هذه؟ من بعد دابا غادي نقدر نجاوبك انا ونعطي الراي ديالي الشخصي. شنو شفت انا هنايا يعني الخدامين اللي كيخدموهم العيالات ومرتاحين مزيان، هو الاي تي يعني تكنولوجيا المعلومات. كنتي عندك شي تجربه، شي خبره، شي دبلوم، عندك معرفه مسبقه على هذا الشيء، كل ما يتعلق بالانفورماتيك، كل ما يتعلق يعني الا هضرنا على الديفلوبمون، البروغراماسيون، جافا، سوفتوير، العالم الرياضي متعلق بالتكنولوجيا المعلومات، راه غتجي هنايا غتخدم خدمه نقيه، خدمه كتخلص فيها مزيان، خدمه يعني مطلوبه، ما فيهاش داك تماره ديال كنهضروا على تماره العضليه، يعني تضرب تماره لا. هنا كتخدم انت والكمبيوتر ديالك، لان هذا الشيء انا شفتو بعيني، ماشي شي واحد قالوا لي. راه معنا في الخدمه الناس ديال الاي تي خدامين مرتاحين. راكم عارفين الاي تي شنو، على حساب انت الدبلوم ولا شنو كتعرف دير في هذا المجال هذا. يعني راه كل واحد كيكون عنده التخصص ديالو، كاين اللي مكلف بالانستالاسيون، كاين اللي مكلف بالبروغراماسيون، كاين اللي مكلف بالسوفتوير، كاين كل واحد وشنو. اذا انت الا كانت عندك درايه وعندك تجربه في هذا المجال هذا، بالعكس سيري فيه مزيان. وراه بالعكس راه الناس كاينين مهندسين في هذا المجال هذا وتبارك الله خدامين مزيان. يعني خدمه كتقتصر انك كيكون عندك بيرو ديالك، ولا كيكون عندك واحد مثلا في الشركه كيكون واحد السيكشن خاصه بالناس ديال الاي تي، كل واحد المجال ديالو. يعني كتكون مكلف بلي كمبيوتر، خسر شي كمبيوتر كتصوبو، شي كاميرا، شي امبريمون، شي سكانير، شي راكم عارفين. المهم كل ما يتعلق بالانفورماتيك في ذاك الشركه كيكونوا الدراري ولا البنات مكلفين كل حاجه، كل واحد مكلف بشي حاجه. كاين اللي مكلف بالديزاين، كاين اللي مكلف بالويب سايت، كاين اللي مكلف بالماركتين، كاين مجال الاخوان بزاف في هذا المجال ديال الانفورماتيك. تفهمنا دابا الاخوان؟ اذا انا كنصح زعما الصراحه لا الدريات يعني ولا الدراري، هذا المجال هذا مطلوب فيه ما مشيتي، واكثر من هكا انك تخدم به نتايا راسك، وتقدر تخدم كاع من دارك، ما تحتاج كاع تمشي للشركه ولا ديبلاصا. ولا شفتوا لي جافونتاج اللي كاينين في هذا المجال هذا. وانا كنقول لكم هذه يعني خديتو، انا عطيتكم الراي ديالي والنصيحه ديالي،
وهو جاوبت على هذا السيد هذا. يعني اول مجال هو هادشي ديال لانفورماتيك. زيد على ذلك مجال واحد اخر بالنسبه للعيالات، مازال في اطار يعني الدريات والعيالات، هو الا جيتي هنايا كما قلت لكم البارح في واحد في الفيديو، مازال معاك لاج، مازال معاك العمر، ما مزوجات، مازال ديال راسك، حاولي قراي على المجال ديال التمريض، النورسين، ولا كل ما يتعلق بالصحه. راه هنايا غتقرا، هي فعلا هاد النورسين وهذا الشيء ديال سميتو الصحه راه غالي شويه هنايا، ولكن الا قريتي وخدمتي وغتخلص داك الشيء، وهنا كاين داك كيتسمى الفاينانشال ايد، كيتساعدك الدوله، يعني انت كتخلص النص والدوله كتساعدك في النص، فغتشد داك الدبلوم، اما سواء اضعف الايمان ديال النورسين غتخدم مزيان. وعاود نتوما راكم عارفين المجال ديال التمريض، خدمه نقيه في لي كلينيك، السبيطارات بخير وعلى خير، ما كاين لا تكرفيس لهم يحزنون، مزيان. اما الا مشيتي في المجال ديال الطب وهادشي ديال الصيدله وما يتعلق بهذا المجال هذا، فراه تبارك الله غتصبري واحد ما عرفتش شحال المده كيقرا، ولكن غتاخذ الدبلوم ديالك وغتخدمي خدمه روعه بمكان. فهمتوني دابا الاخوان؟ اذا البنات الله يسهل عليكم. هنا كما قلت لكم راه الخدامي في البدايه ما تشطرش تقول لا هذه ما نخدمهاش، لا هذه ما تصلحليش، لا راه هنايا العيالات في اي مجال، وانتم راكم لاحظتوا هادشي. مرا كتخدم في البني، مرا كتخدم شيفوره درموك، مرا كتخدم طاكسي، مرا كدير اوبر، مرا كتخدم في لوطيل، مرا كتخدم في البنكه، في اي مجال، في الفلاحه، في الطيران، في المطار، في اي مجال المهم طاح لك بالك راه كتلقى كما قلت لكم عيالات ورجال. صافي تفاهمنا الاخوان؟ اذا انا هادو يعني جوج حوايج اللي كنشوفهم هنا عندهم مستقبل. كان عندك المجال ديال لانفورماتيك والمجال ديال الطب والصيدله وحتى الدونتيست، الناس اللي مهتمين بالمجال ديال الدونتيست ديال الاسنان، حتى هو مجال زوين وفيه فلوس. فالله يسهل الامور على كل واحد. وكيبقى حرفي وحدين اخرين بالنسبه مثلا للرجال الدراري، راه قلت لكم شحال من مره اي حرفه جات لك في بالك تعلمها راه غتجي هنايا غتنفعك. ما كاينش شي حرفه، انا كنشوف ما كاينش شي حرفه هنا بعدا في امريكا انا شفتها ما خدامينش بها. كلشي الحلاقه، لا ميكانيك، النجاره، الصباغه، البلومبي، هادشي سميتو ديال لي شونتي، الطبخ، المهم اي حرفه جاتك في بالك راه كتلقى الشركات اللي كيطلبوا هذا النوع ديال الحرف. اذا انت غير جيب معاك الحرفه، واكثر من هكا اللغه اللغه اللغه. راه الا جبتي معاك الحرفه ولكن اللغه ما عندكش، راه غتحس بحال اللي اونديكابي من واحد الجهه. عندك واحد الحاجه ما عندكش، كتبقى ما داكشي اللي بغيتي دير ما كاملش. فهمتوني دابا الاخوان؟ اذا اللهم حاول جيب هادو معاك بجوج، اللغه مع الحرفه. اللغه مع الحرفه غاديين غتخدم مزيان وغتخدم مرتاح وغتلقى الخدمه ديالك دغيا ان شاء الله. يلا كمال يحييكم الى فيديو قادم. واللي عنده شي سؤال في هذا الاطار هذا مرحبا، نحاولوا نجاوبوا عليهم في فيديو لاحق بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله.